هذا اليوم يا عباد الله تتغير فيه أحوال الكون، وتدك جباله، وتطوى سماواته، وتبدل أراضيه وسماواته غير الأراضي وغير السماوات في الوصف. وهكذا يحصل له أو يحصل فيه ما يحصل للجبال من التسيير ومن التفتيت، ويحصل أيضا فيه ما يحصل للقبور من بعثرتها وخروج من فيها، وهكذا البحار تسجر فيه، وغير ذلك يا عباد الله من الأهوال العظيمة التي أعلم الله العباد بها ليؤوبوا ويعودوا ويتركوا هذه الغفلة ويتركوا هذه المعاصي التي استرسلوا فيها. فإن الذكرى بهذا اليوم أمر عظيم يا عباد الله، وأمر مهم. وقد جل الله سبحانه وتعالى حقيقة هذا اليوم في 3 سور، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. هذه السور ذكر فيها سبحانه وتعالى ما أشرنا إليه من تغير أحوال الكون